اهي يا زمالك، مجموعه سهله، ابوس ايدك نصعد من غير آلة حاسبه، مش لازما تقعدنا لاخر ماتش، لاخر ثانيه، لاخر دقيقه، يا رب الفريق التاني يجيب جون عشان احنا نكسب، هنصعد بفرق الاهداف، عشان لازما الفريق ده يكسب ماتش ويتعادل ماتش واحنا نخسر ماتشين ونكسب. مش عايز انا الحسبه دي. اهي يا زمالك مجموعه سهله، مجموعه مفيش اسهل من كده، مجموعه بتقول لك اصعد الزمالك من مجموعه على الهادي، من غير وجع اعصاب، من غير اي شد في الماتشات ولا اي آلة حاسبه، ولا عشان انا السنه دي مش همسك آلة حاسبه. اظبط معايا الدنيا يا زمالك، عشان السنه دي والله ما ناوي امسك آلة حاسبه، عشان احنا واقعين مع فرق انا اول مره اسمع عنهم. عملت سيرش مثلا على فرق الزمالك، ما لقيتش نتيجه لفريق سكراده اللي احنا لعبنا قدامه ماتشين وما عرفش يجيب في جول، ولا هو عرف يجيب فينا جول، والمباراه والمباراتين ده تعادل. الفرقتين التانيين اولاد سليم وفريق صوار، انا مش فاهم، انا والله بحاول ابحث عنهم مش لاقي نتائج. ابوس ايدك يا زمالك اصعد، مش ناقصه وجع قلب وتعب اعصاب لاخر ماتش واخر سنه في المجموعه. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن مجموعه دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي ومجموعه الزمالك. مجموعه الزمالك دي يا جماعه على قد ما هي غريبه وضعيفه، على قد ما انا مرعوب منها، عشان احنا متعودين مع الزمالك المجموعه السهله بيتفنن وبيخطط ازاي يصعبها على نفسه لاخر ثانيه في المباراه. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن اول حاجه مجموعه نادي الزمالك. شفنا القرعه، قعد الزمالك بقى مع مين؟ شفنا الزمالك وقع مع سكراته وصوار الغيني وابو سليم الليبي. بصوا دي يا جماعه دي اسامي مهرجانات، صوار وابو سليم والناس دي اسامي مهرجانات. يا ريت يا جماعه نكسبهم كده على الهادي، عشان المجموعه سهله ايه، يا ريت ما نصعبش على نفسنا، عشان احنا مش عايزين نتكلم كتير، نتكلم في موضوع خلصان. اهو الفرقه دي كلها انا بحثت عنها على النت ما لقيتش نتائج. انا حبيت قبل ما اطلع اعمل بحث على الفرق، هو بس فريق سكراته اللي تاريخه معانا الماتشين اللي قلت لكم عليهم، لكن فريق سليم الليبي تقريبا الخامس في الدوري، وفريق سوار ده ما لقيتش حاجه عنه، ما لقيتش حاجه بتكلم عنه على جوجل. هو كل معلوماتي ان هو فريق غيني بس، ده اكتر واقل. وفريق ابو سليم فريق لسه على الهادي اهو، ودلوقتي الخامس في الدوري، خامس في الدوري وخمس ماتشات ما كسبش ماتش واحد بس. فبص ايدك ما يبقاش الماتش الثاني والثالث ما يبقوش عارفين احنا، يبقى كسب 3 ماتشات منهم ماتشين على فان احنا. مش عايزين يا جماعه حوار بقى نلغي بقى السنه دي حوار الحصالات وحوار الصعود بالآلة الحاسبة ده، عشان نعدي من المرحله دي وتبقى ان شاء الله البطوله سهله علينا. هنتكلم يا جماعه دلوقتي عن الاهلي. انا شايف ان هو وقع في مجموعه مش ضعيفه ومش قويه قوي، شايفها مجموعه متوازنه بس قويه شويه. ليه بقى؟ لان انا بعد ما انا عملت بحث عن الفرق دي كلها بتاع شباب بوليسداد وفريق يانج افريكانز وفريق ميديا مال غاني، الثلاث فرق دول يا جماعه ان هم السنه اللي فاتت كلهم خدوا الدوري بتاعهم. يعني ايه الدوري الجزائري شباب بوليسداد، الدوري التنزاني يانج افريكانز، والدوري الغاني فريق ميديا مال. يعني 3 فرق ابطال دوري مع ابطال، يعني كلهم كده، يعني المجموعه دي كلها ابطال دوريات 4، كل فريق الاهلي كل الفرق واخده الدوري بتاعها. فدلوقتي يا جماعه انا شايف المجموعه دي ان الاهلي، انا عارف سيناريو الاهلي لحد دلوقتي وكل جماهيره متضايقين. ليه بقى يا جماعه؟ عشان حاجه بسيطه جدا، الاهلي يقول لك اديني سان داونز، اديني الهلال السعودي، اديني المريخ، اديني الفرق اللي انا عارفها، لكن تغير حاسس والله ان الاهلاويه بيقول لك لا يا جدعان المجموعه دي ما تمشيش معانا، احنا يا اما سان داونز يا اما الهلال والمريخ يا اما بلاش. بس المجموعه دي باينه ان هي مجموعه متوسطه، مجموعه خفيفه، بس خلي بالك يا اهلي المجموعه دي كلها الثلاث فرق ابطال الدوري بتاعهم. يعني الفرق دي برده مش هقول لك ان هم اقوى فرق في العالم، بس ده كل فريق انت هتلعبه ده اقوى فريق في الدوري بتاعه السنه اللي فاتت. فانا اتوقع ان الاهلي يا جماعه احنا عارفين يا جماعه الاهلي بيحب يصعد تاني على طول المجموعه العادي بتاعه، ولازم يبدا المشوار الصعب من ولازم يبدا المشوار الصعب بعد ما يصعد المجموعات. لازم اصعد تاني، اقابل بقى مثلا اقابل سان داونز عشان وحشني، ولو قابلت الهلال السعودي يبقى تمام، ولو قابلت ده تاخد منه حقه تاني ممكن. اهلي انا شايف ان هو مشواره سهل جدا برده ياخد البطوله دي على قد كده. المجموعه دي شايفها ان الاهلي سهل جدا يطلع منها اول كمان، ويسهل على نفسه المشوار من اول وياخد البطوله بسهوله. انا اتوقع الاهلي ياخد ال 12 السنه دي، الزمالك يا رب الصوره معاه وناخد الكونفدراليه ونقابل بعض في السوبر. بس يا ريت قفش ما يلعبش الماتش ده، توقعي الشخصي وده اللي اتمناه. بس انا اتمنى ان الصراحه ما نقابلش الاهلي في اي نهائيات تاني بالذات في افريقيا، عشان احنا لحد دلوقتي لسه ما خلصناش من حوار القاضيه ومش القاضيه والكلام ده. فيا جماعه اخر حاجه يا جماعه، ده توقعي يا جماعه لمجموعه النادي الاهلي، مجموعه سهله بس الاهلي ما يستهترش في اي فريق، والاهلي ان شاء الله هيصعد اول مجموعه، والزمالك يا رب يا رب نصعد، بس مش عايزين حوار الاله الحاسبه ده. واخر حاجه يا جماعه نتكلم عليها، بيراميدز برده ربنا يعينها برده في المجموعه اللي هي راحت فيها، راحت مع سان داونز ومازيمبي وفريق اسمه غريب مش عارف اقراه الصراحه. فيوتشر برده في الكونفدراليه معانا وقعت مع اتحاد العاصمه اللي لسه كاسبه الاهلي مش عارف، وسوبر سبورت والهلال الليبي. ده ملخص يا جماعه القرعه اللي حصلت النهارده من قرعه الكونفدراليه وقرعه دوري ابطال افريقيا. في الاول وفي الاخر يا جماعه توقعي الشخصي ان الاهلي
طبيعي جدا ان هو يصعد اول مجموعه، والزمالك الطبيعي ان هو برده يصعد اول مجموعه. بس يا ريت ما نقعدش نخش حوار الاله حاسبه واحنا ناقصنا هدف ولازم مثلا نجيب 3 اجوان عشان نصعد والفريق الثاني يكسب فرق جونين، ومش عايزين نخش في الحسبه دي. مجموعتين شايفهم ان هم في متناول الاهلي والزمالك ان هم يصعدوا، بس انا اتوقع الاهلي هيصعد بسهوله. انا اتوقع الاهلي مهما حصل هيصعد، لكن الزمالك مهما حصل لازم يصعد بشغل الاله الحاسبه بتاع كل سنه، عشان احنا هو ده نادي الزمالك، ده ملخص نادي الزمالك. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي لاي حد دلوقتي. ممكن مفتوح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.